اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة في منتهى الجمال، كبير وصغير بيحبها. هنعملها كمان أحسن من بره وأحسن من اللي بتشتريها من المحلات. هنعمل مع بعض الرز بلبن بتكاته وأسراره، وهنخليه زي بتاع بره بالظبط. بصوا شكله. عملنا رز بلبن في الفرن، وعملنا كمان الرز بلبن العادي. بصوا ازاي قوامه كريمي وجميل. كان بصراحة في منتهى الطعام. اعتمدي الطريقة دي وجربيها، وقوليلي في الكومنتات رأيك فيها ايه. اكيد هتعتمديها بعد كده. بصي، في منتهى الجمال، وحاجة نظيفة انتي عاملاها في بيتك لولادك وضمناها. بصي الرز التاني. الله 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 الله، جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، بجد بجد كان رائع. يلا بينا نسمي الله ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة عندي المكونات بتاعتي: نص كوباية رز، انا هغسله بس مش هنقعه ولا حاجة. وعندي نص كوباية سكر، وانا بصراحة زودت السكر شوية، يعني قولي 3/4 كوباية سكر. وعندي معلقتين نشا، وعندي معلقتين كريم شانتيه، وعندي زبيب، وعندي جوز هند ده للتزيين، وعندي كيلو لبن من عند اللبان، وكيسين فانيليا. اللبن طبعا بخيره. حلة على النار، وهحط فيها كوبايتين من المية. ادي اول كوباية، تمام. وادي الكوباية التانية. حطي الكوباية التانية يا رنوشة، تمام جدا. بس يا دوب اسيبها تغلي شوية، وبعدين هكون غسلت الرز، وهحط على طول نص كوباية الرز اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. الرز وانا بغسله مش بغسله كتير، لان انا عايزة النشا اللي موجود في الرز عشان يربط لي بعد كده اللبن مع الرز. بالظبط، انا هنا حطيت المية دي كوبايتين مية على نص كوباية الرز عشان الرز يستوي فيهم، ويستوي كمان بزيادة، يعني واخد حقه في السوا تمام في المية. وابدأ اقلب بس، وبسيبه بقى ايه على النار شوية. بس هكون متابعاه وعيني عليه كل شوية بالتقليب عشان ما يلزقش مني في الحل. بصوا حتى مية المية اتغيرت ازاي. هنا بدأ ان هو الرز يخش في السوا. بصوا الحبة بتاعته كبرت شوية ازاي، بس مش هو ده السوا اللي انا محتاجاه. بصوا حبة الرز كبرت بس لسه شوية عليه. هسيبه برضو وهرجع له تاني كمان شوية. بس كده زي الفل، شرب كل المية اللي انا حطيتها، وفي نفس الوقت خلاص كده الرزية بصوا نفشت ازاي، واستوى بقى تمام التمام. بصوا الرزية دايبة في ايدي. هو ده السوا اللي انا محتاجاه المطلوب. بس في الوقت ده بقى هنزل على طول بكيلو اللبن. كيلو اللبن انا مش غالية ولا حاجة، انا كنت حاطاه حتى في الفريزر. بنزل بيه بس كده، ببدأ تقليب كده واحدة واحدة مع الرز باللبن. بصوا، هو اصلا خدوا بالكم كده كده الرز خلاص استوى، بس انا عايزة بقى الرز يربط مع اللبن عشان يعمل لي القوام الحلو اللي انا بحبه في الرز باللبن. هبدأ ان انا اقلب واحدة واحدة، ودايما دايما التقليب على طول مستمر. بس تمام. اول ما يبدأ يغلي كده هنزل على طول بنص كوباية السكر. زي ما قلت لكم انا زودت كمان معلقتين سكر، والسكر طبعا على حسب الرغبة. في ناس تحبه مظبوط، في ناس تحبه مسكر قوي، في ناس تحبه يعني مش مسكر. كل السكر ده على حسب الرغبة. هنا نزلت بالباكو بتاع الفانيليا، 2 باكو زي ما اتفقنا فانيليا.
بيديله ريحة في منتهى الجمال. وهبدأ اقلب ايدك دايما فيه عشان النار الحلة ما تتلسعش من تحت. بصوا حتى القوام بدأ ان هو يتقل ازاي، عايزة اقول لكم بصوا تقل ازاي بقى في منتهى الجمال. برضه هسيبه على النار، وكل ده نار واطية، هسيبه على النار وبقلب فيه. وهاجي بقى على التكاية والتركاية الجامدة. هنا عندي معلقتين النشا هحطهم، وهحط كمان معلقتين الكريم شانتيه او كيس كريم شانتيه من بره اللي بتشتريه من السوبر ماركت. تمام. وبتحطي نص كوباية مية. تمام كده. وهنقلب كل ده مع بعض. ايوه. بصوا قوام اصلا التقليب مع النشا مع الكريم شانتيه. بتأكد ان كل حاجة دابت. بقلب كويس، لان النشا ساعات بيركن كده في الطبق وهو بيدوب. فانا هتأكد ان كل الجوانب بتاعة النشا خلاص دابت وتمام. ايوه. الكريم شانتيه ممكن تستبدليه بالقشطة. لو عندك قشطة او وش اللبن ممكن تحطي القشطة او وش اللبن بدل الكريم شانتيه. بالظبط كده. بس الكريم شانتيه بيديله قوام كريمي، والكشكشة اللي بتبقى على الوش دي الجميلة اللي احنا عارفينها. بجد كان طعمه رائع. هديله بقى بعد ما احط النشا والكريم شانتيه، هديله بس يا دوب تقليبه على النار ويغلي غلوة واحدة. اتأكد بس ان طعم النشا خلاص راح، ويبقى كده خلاص تمام. الرز بلبن بتاعي استوى وطلب ان انا اغرفه بقى. اهو رز بلبن طبعا انا بغرفه وهو سخن على طول، احطه في الكاسات. اهو انا عندي هنا ممكن احط في الكاسات، وكمان هحط في الاطباق الصغيرة دي اللي انا هدخلها الفرن. بالظبط كده. يلا الاطباق الصغيرة بقى اللي هندخلها الفرن دي، انا الطبق لما هدخله في الفرن يدوب مش هياخد اي حاجة. انا هشغل عليه الشواية بس لان هو مستوي اصلا، انا عايزاه بس ياخد الوش. تمام جدا. عايزة اقول لكم والله كان زي بتاع بره اللي بنشتريه، الواحدة ب8 جنيه من الصغير ده بجد. انت بكيلو لبن شوفي عملنا كام واحدة. عملنا اربع عملنا 5 اطباق صغيرة واربعة كمان الكاسات. وهنا الزبيب وجوز الهند ده للتزيين، هنزينه في الاخر خالص بعد ما هنخلص ويبرد. لكن ما ينفعش تزيني هو لسه سخن، اصبري شوية ما يبرد وشه شوية ايه يمسك. بس بصوا لما برد بقى حطيت جوز الهند عليه اهو، وهبدأ ازينه بقى بجوز الهند والزبيب. تمام. رشرش كل جوز الهند واحط كمان الزبيب. وبكده نبقى خلصنا خلاص الكاسات بتاعة الرز بلبن. كده تبقى خلصت وتمام التمام. احط الزبيب، وانا سايبه الكاسه اللي في النص ده انا سايباه لان في ناس مش بتحب الجوز الهند والزبيب، بتحبه بس كده ساده. تحط عليه شويه قرفه كده وخلاص وتمام التمام يبقى خلص. فالاضافات دي بتبقى كل واحد بقى ومزاجه. وكده خلاص تمام. بصوا حاجه عظمه عظمه عظمه. ومش عايزه اقولكوا على قوامه وطعمه، حاجه في منتهى الجمال. جميل جدا. هنا انا خليت الاضافات دي بره عشان اللي عايز يزود بقى جوز هند، اللي عايز يزود زبيب ممكن يزود ويحط. بصوا بقى اللي احنا حطيناه في الفرن وطلعناه في منتهى الجمال، يا دوب خد الوش الجميل ده من الشوايه بتاعه الفرن وطلعته. ما خدش وقت خالص، هما يا دوب 5 دقايق بالكتير وبتلاقيه خد الوش الجميل ده وخلاص وتمام جدا. بصوا شكله. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه النهارده، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناه
وهستنى تعليقاتكم. بجد جربوه وقولولي في الكومنتات عجبكم ولا في أي حاجة ما عجبتكوش فيه. لو جربت الوصفة دي بجد هتعتمديه وهيبقى على طول هي دي طريقة الرز بلبن بتاعتك اللي بتعمليها، أطعم وأنضف كمان من بتاع المحلات. جربيه ومش هتندمي. أشوفكوا في وصفة جديدة حبايبي، مع السلامة.